اذا ما سمعتش هاد القرميش في لاكريم ما كان له تقول درتو وصفه بطريقه جديده سهله مهله تقدروا ديروها كامل في الدار وبنتها كالعاده الهبل تاع السلام عليكم. الوصفه اللي خلاص قبل ما بديت نصورها وصفه الايس كريم بطريقه جديده، هذه لازم تجربوها مع هاد السخانه. الحاجه الاولى في ريسيبيون درت كاس تاع بودره شونتيي، مغرف كبيره تاع حليب بودره اختياريه، كاس تاع حليب ونص كاس تاع كريمه الطبخ 35% ماده. وبما انه درتهم بنكهه الكاسيس راح نزيد معاهم مغرف كبيره تاع الفوغاج هذا تاع فخويور تاع الفواكه الحمراء، حيزيد لنا بنا بزاف. هي لاكريم تاعنا خلطتهم غير شويه بالباتور حتى وين تخلطوا، بعدها رحت جبت لاغوم تاع الكاسيس راهي تتباع يعمر لكم في هذه القرعه الصغيره. لاغوم تاع الكاسيس انا نحبها بزاف، تقدروا ديروا اي نكهه حبيتوها. درت منها مغرف صغيره خلطتها شويه بالباتور وحبست، لازم يكون القوام شويه خفيف بهذه الطريقه. انا راح نجيب هذا المول اللي استخدمته اليوم اللاكريم، تقدروا تستخدموا اي مول تاع سيليكون يكون عندكم، تاع كعكات تاع قلب، اي حاجه تكون متوفره عندكم. انا خدمت بهذا، عمرت الكريمه تاعي بهذه الطريقه في لابوش وحطيتها في القوالب. زدت عمرت شويه بوش واحده اخرى درت فيها شويه تاع الفوغاج تاع فرويور، وجيت عمرت في الوسط تاع الكريمه باش غير تعضوا ولا تقسموها رايحين تشوفوا هذاك الفوغاج يسيح. دخلتها الكونجيلاتور لازم مينيموم واحد الخمس سوايع ولا تقدروا تخلوها ليله كامله حتى وين تحكم روحها وتديمولا بكل سهوله. كل حبه لصقت فيها هاد القصبه تاع شوا باش نقلاصيهم بكل سهوله. الكلاصاج الاول اللي كان شوكولا بلون، بعد ما دابت ضفت لها ملون بنفسجي الخاص بالشوكولا، وهذه شوكولا العاديه اللي كنت ذوبتها وضفت لها شويه تاع الزيت. خلوهم ينشفوا وتقدموهم باردين وبصحتكم.